مرحبا شباب وصبايا. ليطلع معكم أطيب زيتون محلى مكلس، يعني بكافة أسراره، كيف بيحلى وإمتى بيحلى وكيف ملوحته وكيف منحليه من القطرونة وكيف منحليه من الملح، وإيش جاي على بالكم تسمعوا أخبار عن الزيتون. احضروا الفيديو للآخر. الله يرحم أيام اللي كنا نحوش الزيتون لنعمل منه أطيب زيتون محلى ومجرح ومكسر وعطون واللي بدكن يا. أول شي بعد ما بتجيبوا الزيتون بتنخبوا المستوي لحال هيك وبتطلعوه على جنب، ومن هذا الأخضر بدنا نعمل اليوم أطيب زيتون محلى مكلس. يعني تاني شغلة بنعملها بتزينوا الزيتون بالكيلو بتغمروه مي مثل ما نكون شايفين، ومن هالمي بدنا نطالع عيار مشان ندوب فيها القطرونة. عندي هون 10 كيليات زيتون أنا، بدن 10 معالق قطرونة، هي تفطشت 9 وهي المعلقة العاشرة، والقطرونة هيك بتكون معرمة في المعلقة. والقطرونة يجب ألا تمسها الأيدي، يعني ما لازم تدق في إيدنا نهائيا، بالأخص هي وبودرة. ليش؟ لأن هي مادة كيميائية خطيرة جدا، وشغلنا لازم يكون بالخشب أو البلاستيك حصرا. أنا هون عندي غيلة مي، ومن بعيد بدي فضي. شوفوا ايدي كيف هيك من بعيد بفضي، ليك كيف بتصير تغلي، وما لازم يستنشق هذا الهواء تبعها، البخار هذا ما لازم يستنشقه، بتركها لحتى تدوب. انا بعيد عنها، شبابيك المطبخ بتفتحوها، اذا في اطفال في شي هالبخار ما لازم يشموه. وبنخلص هيك لحتى خلصت عنها. هلا بمعلقه خشب هاي بحركها لحتى تذوب عندي. هلا فوق مية القطرونة السخنة بدي فضي مي باردة، وبترك القطرونة تماما المي هاي لحتى تبرد، وبفضيها فوق الزيتون. بعد ما بردت المي عندي تماما بفضيها فوق الزيتون، ما لازم حتى فطور ما لازم تكون فاترة. ليش؟ لاني بعدين الزيتون كلياته بيخلط عندكن. بحرك الزيتون تحريك منيحة، بقلبه تحت وفوق مزبوط، وبتركه على حاله بدون تغطاي ولا شي. وسر حلاوة الزيتون من المرار بكرة بتشوفوا كيف. جيت على الزيتون تاني يوم، شوفوا كيف كلياته نازل عندي والمي على الوجه فايشة. هلا باخد كام حبة زيتون منه بغسلن وبرجع لكم. هلا بعد ما غسلت الزيتونات بدي اقطعهم، بدي وصل التقطيعة للبذرة، بدي البذرة تبين عندي، وبترك حبة الزيتون دقيقتين 3 بدي يصير لونها احمر، الحمار بده يوصل للبذرة. وهون هو السر بحلاوة الزيتون من المرار. بعد دقيقتين 3 شوفوا كيف صار لون البذرة عندي احمر. لو كان الحمار ما واصل للبذرة بتركه كمان يوم بالقطرونة لحتى يحلى عندي من المرار تماما. هلا بغسل هالزيتون وبغمره مي حلوة. هلا بعد ما غسلته دورين 3 بغمره بالمي هيك لمدة يومين 3 4، وكل يوم بدل عليه المي مرتين. وكيف بعرف انه الزيتون حلي من القطرونة؟ بكرة بتعرفوا هالسر. هلا جيت على الزيتون بعد 3 يوم، بحط اول شي بحط ايدي في المي، ما لازم تكون ملمس المي عندي مصوبن، الملمس كأني مي نازلة من الحنفية بدي يكون. هذا أول سر. تاني سر، باخد حبة زيتون وبدي آكلها، وبتركها للزيتونة نص ساعة للساعة. لونها ما لازم يغير، لحمة الزيتون ما لازم تغير، وما لازم يقلب لونها على حمار نهائيا. وإذا شفتوا الزيتون بعد ساعة نص ساعة صار لونه أحمر، إيش بتسوي؟ بترجعوا بتحطوه في مي لتاني يوم، بتعيدوا نفس التجربة لحتى يطلع عندكم نفس هاللون، معناتها الزيتون حلي من القطرونة تماما. هلا تغسلوا الزيتون دورين، وبدنا نروح نعمل له مية الملح تبعيته. هلا بعد ما عبيت الزيتون بالقطرميزات، أول شي بعمله بدي آخد عيار المي. كيف؟ كل قطرميزة بقطرميزه بعبي، بعد ما عبيته زيتون بعبيه مي حلوة وبفضيها مطشت مشان ما يزيد عندي مية ملح كتير أو ينقصني. هلا وبالنسبة للملح حصرا لازم يكون ملح صخري خالي من اليود، وعيار الملح عندي بدي يكون نصف واشة بيضة. كيف يعني نصف واشة بيضة؟ هلا بتشوفوا كيف، فرجيكم كيف بتكون. هلا بعد ما حطيت كمية ملح والمي رقدت عندي، بحط البيضة. البيضة لازم تكون بالنص، لا أنا فايش مبين القشرة ولا أنا قاعدة بأرض الجاط، هيك يعني بدها تكون البيضة. إذا نزلت البيضة على العرق بنحط ملح وبنحرك لا تطلع على النص، وإذا فاشت وبينت القشرة عندي بحط لها مي لتنزل البيضة على النص. وهلا بدي أعبي القطرميز عندي مية الملح، بفول للتم للشفة. بعد ما عبينا الزيتون مي للشفة بدنا نحط له نايلوني. ليش النايلوني؟ ما بعرف، هي عبارة عن عادات وتقاليد وتراث لازم نمارسه. ليش؟ لأن الزيت، ليش بقول لكم الحكي؟ لأن الزيتون هلا بس غطينا تاني يوم تجوا عليه بتلاقوه نازل لتحت والمي هي لفوق. بالنسبة للقطرميزات انه لازم تكون تبع غطا الضغط هيك المضغوطين، لا نهائيا.
أي أطرميز أي بدون بلاستيك بيمشي حاله عندكم. أولي كنا نشتغل في الأطرميزات الأرمنازيات اللي بلا أغطية أصلا، وفي البيدونات البلاستيك اللي ما بيغطوا مثل عادة، اللي كيف ما حركت الغطا فيها بيفتح. وبعد ما غطيناهم كلياتهم لازم نخلط المي اللي فيهم تحت فوق فوق تحت. وهلا الزيتون بتحطوه ببيت المونة بخزن المطبخ، المهم ما يكون في حرارة قوية، يعني ما يكون شوب كتير. هلا اوريدي الدنيا شتا يعني، بنحفظ معكم 6 7 شهور، وبنشوفكم بكرة لنشوف كيف طلع بعد ما غمرناه بمية الملح. هلا جيت على الزيتون تاني يوم. اول شي زيتون نازل عندي تحت مستوى المي، تمام. هلا بدكم تقولوا لي نصف واشة بيضة للزيتون المحلى مالح. ايه مزبوط مالح، ولكن هذا بده يطول له 5 6 شهور مشان يضل حبة الزيتون محافظة على حالها. طيب هلا انا ايش بدي ساوي اذا مالح زيتوني؟ طيب طلع انا عندي الزيتون مالح، ايش بعمل؟ هاي المي بفضيها، فضيت هاي المي هيك عندي، وبرجع بعبيه مي حلوة. هلا بعد ما عبيته مي حلوة، اليوم احدا عبيته مي حلوة، يوم التنين بجي عليه باكل وبيطلع معي اطيب زيتون. وفي هاي المي، في المي الحلوة بعد الملح، بيضاين عندكم من الاسبوع لل10 ايام لل15 يوم كمان في هاي المية، وطعمته بتكون رائعة جدا جدا. وهيك زيتوننا صار جاهز للأكل. كلمة أخيرة، الله يحط لكم البركة بمونتكم.